طبعا انا كنت نزلت اعلان عن مزاد بيت التامين المصري السعودي يوم 26/12. دي شركه تامين، شركه حوادث، بس كلها عربيات عاليه من 2015 لغايه 2022. والمزاد ده مهم عشان انا بعمل اعلان عنه تاني، وصور العربيات كامله عندك هنا في اليوتيوب. في اخر الفيديو ده هتشوف كل العربيات اللي انت عايزها. العربيات موديلات من 2015 ل 2022. كراسة الشروط بتتباع في مقر الشركة وفي الخبراء المسمنون، مكتب الخبراء المسمنون، وفي المخازن. والاحسن انك تروح تجيبها من المخازن على طول، تجيب كراسة الشروط وتدخل تعاين بدل ما تروح تجيبها من الشركة وكده. هم نزلوها اللي هي ممكن تكون في المخازن. في مخزنين، في مخزن الدقي 125 شارع التحرير بجوار مترو الدقي وامام مركز الثقافي الروسي. وبرضه هديك رقم، اقول لك رقم اللي موجود في المخزن عشان تكلمه: 011 3 87 605. وفي مخزن تاني في فيصل، مخزن فيصل 2 شارع علي شعبان متفرع من شارع جلال خلف فندق كعود بيراميدز بجوار سوبر ماركت بيم. رقم اللي موجود في المخزن 0100 798 2607. لازم يا جماعه لو حد هينزل يعمل معاينه ينزل من الصبح بدري، علشان هي بتقفل لغايه اخرها الساعه 4. فانت في القاهره لو هتروح، لو جاي من مكان بعيد يعني، يبقى تيجي بدري تجيب كراسه الشروط. ودي اصلا كده كده هتدخل بقى مزاد. كراسه الشروط سعرها 100 جنيه، والمزاد ده الاسعار انا متاكد فيه اللي هتتباع بنص السعر، لان دي عربيات حوادث. انا اكتر المزادات اللي بدخلها مزادات تامين، ده شركه مصر للتامين وشركه وثاق، وكلهم بيبيعوا العربيات حوادث. وبرضو منزل لكم فيديوهات عربيات اتباعت. تويوتا كرولا 2022 باعت 170,000، عامله حادثه ماشي، بس 170,000 هي اصلا ثمنها ب 700,000 يعني. بالتوفيق ان شاء الله. يلا بينا نشوف الصور. طبعا زي ما انتم شايفين نزلت لكم العربيات كلها موديلات من 2015 لغايه 2022. مزاد بيت التأمين المصري السعودي يوم 26/12. العربية زي ما قلت لك تنزل لوت وترخص وحالة العربيات كويسة. عشان تجيب حاجة مظبوطة لازم يكون معاك سمكري او ميكانيكي. تروح تجيب كراسة الشروط من المخزن، موجود عنوان المخازن، او من مقر الشركة زي ما انت عايز، وتدخل تعمل معاينة. تنزل تدخل لك على 3-4 عربيات كده، وما تقولش للسمكري او الميكانيكي العربيه دي تسوى كام، لان كل واحد بسعر. انت شوف انت عايز تركب عربيه ايه، وانت نازل تشتري مثلا عربيه من السوق، هتلاقي ايه اكنك نازل تشتري عربيه من سوق العربيات او من اوليكس او من اي موقع. بتشوف متوسط العربيه كام سعرها، وطبعا في ناس ضرب اسعار عاليه، فانت دلوقتي بتمشي مع الموجه. يعني انت لو العربيات غاليه ما تروحش تقول انا هاخد عربيه ب50,000 ولا 100,000. لا، كل عربيه على حسب سعرها. تنزل الميكانيكي يصلح لك دي بكام والسمكري، وبعد كده تشوف لك عربيه او 2 أو 3، وتروح جاي رايح المزاد تدفع التامين، يديك ايصال وانت معاك كراسه الشروط، يديك ايصال، وبعد كده تحضر المزاد. مزاد علني، يبدا العربيه دي لوت كذا تكون انت عارفها. تحسب كمان اللي في شركه الخبراء المسمنين بتاخد عموله، يعني هتاخد 15%. باكد المعلومه دي. وبعد كده بتحضر. والله في ناس بتروح المزاد وربنا بيكرمهم، مفيش حد هيجيب عربيه وهو قاعد في البيت. والناس اللي بتبعت لي رسائل على الفيسبوك وتقول لي احنا عايزين نعرف العربيات دي تفاصيلها ايه، انا عليا بديك 50% من انك تشتري عربيه، وانت عليك 50% التانيين. تمام. بالتوفيق للجميع. العربيه زي ما انتم شايفينها اهي ان شاء الله. اللي نفسه في عربيه يجيبها. انا جبت لكم كل التفاصيل. يا ريت الناس اللي شافت الفيديو ده تعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يظهر لهم على طول. بالتوفيق للجميع. شكرا.